ظلمك 100%، وعلى باله بلي ظلمك، ومن بعد تقلبت الحياة وليت انت قاضي وهو متهم، تعامل معه بالعدل، ما يجوزلكش تظلمه، ما تقولش هذه بيتلك، انت الان راك في مكان مسؤول عليه عند الله يوم القيامة. ونفس الشيء في المنصب، قال انا اوطح في يدي فلان، اوطح دوك نشوف نخبي له الدوسي والله ما يزيد يشوفه، اخي انا نهار قصدته كذا ما حابش اسنى تشوف. شفت الان كيفاش نولي ينتشر الشر، بصح لو كان نحبسوا انت ضحي، فلان ضرك انت ما تضروش، تعامل معه بالعدل، ضحي انت الاول، ضحي كيف ضحي. الانسان حكيم عليم، تحكي لواحد عنده حكمه وتعرفوا بلي ما يحسدكش، انسان كبير في عقل ما يهموش تديت ولا جبت ولا، بالعكس يحب لك الخير، تقول له اني شفت حاجه واش رايك. اذا كان الانسان احيانا معروف بالرؤى ويعرف يأول الرؤى، يقول لك اذا ما كاش على الاقل يقول لك ان شاء الله خير، على الاقل يدعو لك بخير. قال عليه الصلاه والسلام فتأويلها باول ما تفسر به، يعني الانسان اللي فيه الخير هذاك راح يفسر لك حاجه مليحه، راح يقول لك باللي حاجه مليحه لانه عالم عارف شنو يتكلم، وعلى باله باللي الشرح الاول التفسير الاول راح يكون تاويلها. اذا كانت رؤيه، الرؤيه تتحقق، الرؤيه راح تتحقق، ولكن احيانا تتحقق عكسها، يتحقق حاجه تشبه لها، واحيانا تتحقق هي 100%. كي تتحقق هي هنا بالمية نقولوا صدقت الرؤيه، صدقت الرؤيه، بمعنى انت تشوف روحك كنت مع اصحابك ومن بعد رحتوا القهوه ومن بعد توضيت ومن بعد كنا يروحوا الجامع ودخلتوا من هذاك الباب وهو واحد صباط لهيك وانت حطيت صباطك منا ودخلتوا وصليتوا ركعتين، ومن بعد تشوف روحك صرت نفس اللقطه، قول سبحان الله هذه منتهى 100%. قل هذه اللقطه هذه هي رؤيا، صدقت الرؤيا 100%، وقعت 100%. هذا هو تصديق الرؤيا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، يولي الانسان تقريبا واش يشوف راح يلقى. وهذا لعله من لطف الله بعباده، وكأن الله يعود ينبهنا باشياء، ولكن هذا ليس علما بالغيب. لماذا ليس علما بالغيب؟ لان الرؤيا في ذاتها ليست علما حتى تتحقق، فالعلم في التحقق لا في الرؤيا. فوالا البنات وشيت هنايا زوج باكي هنايا تاع هذا الكاوكاو، كل باكيه هنا فيها كيلو، صافي 2 كيلو هنا، ونوات كوكو فيه هنايا 500 غرام، شيت زوج باكي هنايا. كما تعرفوني انا محبوبه الكاطو تاع نوات كوكو. فوالا وشريت هنايا، هذا راجل شراه ماشي انا شريته، شرا هذا القلموس هذا يبغيه هو، شرا زوج باكيه وحده خلاها عندها في اللوطو ثانويه بقى منها النص، وباكيه وحده ها هي لا. وشيت زوج باكي تاع حمص، الحمص فيه كيلو البنات، شيت زوج قوابس، باكيه وحده درتها تنتفخ كيما شفتها وجودها لرمضان ان شاء الله. وباكيه ها هي، انا نعرف بلي الحمص ما نستعملهاش بزاف انايا في رمضان، جامي نطيبها هنا في الطواجين، نديرها غير في الحريره وصاي. هذا ما كان، فوالا هذا ما كان بنات. وكما كنتوا تشوفوا معايا وغير يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا وباش ما تمنينا يا ربي. الطاجين حلو صراحه البنات، ما نطيباش انا كل يوم، ما ينتكلش عندي، انا نطيبه اون فوا في الشهر، خطره طيبه اون فوا با موا كيما قال لك، نطيبه خطره في الشهر تاع رمضان، اللي هو الشهر تاع رمضان النهار الاول اللي كاع الناس تدير طاجين حلو، زعما باش يقول لك رمضان يدخل علينا حلو ان شاء الله يا ربي. انا ما يتمشاش عندي الطاجين حلو ونقعد غير يدخل يخرج في الفريجيدار حامي يعاود يحطي. راجلي ما ياكلش طاجين حلو، ولادي تاني ما ياكلوش طاجين حلو، دونك ندير شويه منا شويه منا، ونبغي انايا 3 ما نديرش كاع البرقوق، ما ينتكلش عندي بزاف البرقوق،
انا كندير شويه زبيب شويه هنا ابغيكو يعجبوني بزاف. المهم هذه هي البنات. والعسل جوبونس با يقدني عادي نزيد نطيب العسل باسكو العسل السنه غلاوه بزاف العسل. وقلت لكم وهذا البتي با ما تندموش عليهم شابين بزاف بنان. سيد تيجا وحده كيما كنت تعرفوا ولاد هنايا ما ياكلوش بزاف لاخويا ياكل لا بيبا لي ساندويش. Hey, c'est pareil. Hier, il t'avait dit quoi, Abdel? Moi, je t'avais dit quoi? Il t'avait dit c'est pareil. Tu m'entends? Voilà. Donc, du coup, Pas toute la journée, Odi, c'est pas bien. mais c'est pareil, maman. C'est pareil. Là, je suis en train de je suis en train de regarder la télé. Tu dis rien. Mais quand j'ai envie de jouer à la play, tu dis quelque chose. Maman, c'est pareil. على قليل عرفت انه عندي ماضي وايام حلوه. مهما تقلبت الوجوه وتزلزلت على الثبات مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات. لقلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا. ما من سبيل كالعطاء يسد حاجتنا. فاستبشروا إن تنفقوا من خيركم زادت ودامت نعمة رويت بنهر عطائكم. الخير آت لا محالة هل يمر خلالكم؟ الخير آت مهما تقلبت الأمور وتزلزلت عاد الثبات مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات. الخير آت. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا. ما من سبيل كالعطاء يسد حاجتنا. فاستبشروا إن تنفقوا من خيركم زادت ودامت نعمة رويت بنهر عطائكم. الخير آت لا محالة هل يمر خلالكم؟ الخير آت مهما تقلبت الأمور وتزلزلت عاد الثبات مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات. الخير آت. لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. ما من سبيل كالعطاء يسد حاجتنا. والإمام وقتك مبارك. يعني تصور الآن الإمام النووي رحمه الله قيل مات 39 سنة، قيل مات 52 سنة أو 42 سنة. الآن تصور هذا في الربعينات، مات في الربعينات. عباك شحال عندهم الكتب؟ المجموع شرح المهذب، المنهاج في شرح صحيح مسلم، عنده الأذكار تاع الإمام النووي رحمه الله، عنده الأربعين النووية، رياض الصالحين. تصوروا هذو الكتب كامل تاع الإمام النووي عشرات المجلدات. ولو كان نقعدوا أنا وأنت دوكا حياتنا كامل ما نقراوهاش.
والإمام النووي رحمه الله كان معدودا من العباد، يعني كان إنسان يصلي الرواتب ويقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس وأيام البيض وكذا وكذا، يعني ما كانش هكذاك بغتاه. وكان يعني يتقدم للفتوى، كان يقضي بين الناس ويفتي للناس، وكان يشيل أمر العامة ويصلي بالناس ويخطب في الناس ويدرس الناس. ومع ذلك دار هذه الكتب كاملة ومات شاب، يعني ماهوش إنسان اللي عاش حياة طويلة. ربي يعطى بركة. إمام بن باديس رحمه الله 52 سنة. هذا لكم تشوفوا فيه باللي نسمعوا الإمام بن باديس نقولوا بلي شحال عاش 80 سنة. هذا الإنسان اللي هبل الاستعمار ونشر كامل الخير هذا في الجزائر، نشر التوحيد والسنة وحب القرآن وفسر القرآن الكريم ومجالس الذكر اللي كان يديرها. هذا الرجل الداعية اللي كان يحمل أمة، هو أمة. هذا الإنسان عاش 52 سنة، يعني مات وهو. فوالا البنات كما كنتوا تشوفوا معايا هنايا الاجواء تاع الصيام، راني نتفرج في هذه اليوتيوباز تعجبني جزائريه. وهنايا كما كنتوا تشوفوا انا حطيت الحليله تاعي هنا، حطيت الحليب تاعي نخلط باللبن، وحطيت الجي هنايا تاع التشينه، انا بغيت تاع التشينه، وكاس تاع الحليب وكاس وحبيبات التمر. راكم تعرفوا فطور تاع الساسك وميمتو فطور وحشا تاع داري ولادي. ودرت هذا الطاجين تاعي مفضل، طاجين الحلو بالبطاطا حلوه بالداند. ما درتش اللحم، درت الداند البنات بالبصل معلك، يا سلام. نبغي هذا الطاجين تاعي مفضل. وتقبل الله صيامي وصيام الجميع، وتقبل ان شاء الله كاع ربي يغفر لنا ويستجب لينا ان شاء الله يا ربي، وتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا، وربي يفرجها علينا ان شاء الله يا ربي، امين يا رب العالمين. وبصحة الصيام كاع اللي راهم يصوموا في هذه الايامات الاسراء والمعراج، ان شاء الله ربي يتقبل صيامنا وصيامكم ان شاء الله يا ربي، امين. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا، لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا، ما من سبيل كالعطاء يسد حاجتنا. فاستبشروا إن تنفقوا من خيركم زادت ودامت نعمة رويت بنهر عطاء. نشحن. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ماشي كيما هو ما دار لك، ما كانش معك عادل وبعد جا في يدك تخبطوا انت تاني بالظلم. لا، أنا نتعامل معك بالعدل. أنت ظلمتني في يوم من الأيام، أنا نتعامل معك بالعدل. يعني حتى ولو فرضا أنت طحت بين يدين قاضي والقاضي ظلمك 100%، وعلى باله بلي ظلمك، ومن بعد تقلبت الحياة وليت انت قاضي وهو متهم، تعامل معه بالعدل، ما يجوزلكش تظلمه. ما تقولش هذه بيتلك، انت الان راك في مكان مسؤول عليه عند الله يوم القيامة. ونفس الشيء في المنصب، قال انا طح في يدي